ايوه والله، احنا كجمهور كده اللي بنحمي الفشله وبنخليهم يكملوا. ازاي؟ اقول لك. انت اللي لما هتاخد برونزيه النهارده لو حصل يعني، هتفرح وهتحتفل وهتسيب الناس تغطي كأن البعثة دي عملت إنجاز تاريخي وجابت عدد من الميداليات لم يحدث في تاريخ الكرة الأرضية. ده هيحصل، وبالتالي أشرف صبحي هيبقى ناجح، جمال علامة هيبقى ناجح، كل اللجنة الأولمبية هتبقى ناجحة، وبالتالي انتوا متضايقين ليه؟ المنتخب المصري لكرة القدم حقق برونزية الأولمبياد، واللي فينا هيحاول يقول ان ده نجاح بالصدفة وان البعثة كلها فشلت وان النجاح ده مش المفروض يخلينا نتخم يعني ولا نتغش في النتيجة. فهيطلع ناس تقول ان زيزو ومحمد النني قدروا يقودوا المنتخب للحصول على البرونزية وبالعند في الناس اللي ما راحتش. ولو خسرنا هيطلع ناس تاني تقول اصل النادي الاهلي لو كان ادى محمد عبد المنعم وامام عاشور وياسر ابراهيم ومحمد الشناوي حد منهم للمنتخب كان قدر المنتخب ده يروح لحته تانيه. المشكله هنا ان انقسامنا وخناقاتنا الفئويه هي اللي بتخلي الناس الفشله تكمل.